مباراة بلا شك اللاعب الأبرز. اليوم ما الذي تغير على الاتحاد بعد الخسارة، بعد تذيل ترتيب المجموعة إلى الآن في المرتبة الثانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف مبروك لنادي الاتحاد والجماهير اللي حضرت، وهارد لك النادي الأخويا. أنت عارف يعني المباراة هذه هي اللي يعني نفوز الحمد تعطينا دافع للمباراة الجاية. لا سمح الله خسرنا كان المباراة الجاية يعني تصعب علينا. الحمد لله يعني كنا كويسين وكنا ملتزمين بكلام أستاذ خالد الكابتن، يعني الكل يتحدث عن أن خالد قروني أعاد تألق عبد الفتاح حسيري. أكيد والله كابتن خالد ما يحتاج، لأن يعني من زمان مو أنا وفهد عبد الرحمن محمد قاسم نص الفريق يمكن كان مع الكابتن خالد، وكابتن خالد مو شيء صغير، مو أنا اللي أتكلم على كابتن خالد. مدير الفريق كان يتوقعها 3-1، أنتم كنتوا تتوقعوها كلاعبين؟ والله ما كنا نتوقع، بس قلنا إن المباراة دي إن شاء الله ننزل حنفوز إن شاء الله. يعطيك العافية، شكرا. الله يعافيك. شكرا كابتن.